نسمع السلام الملك النصراوي. النصر باختصار لم ينتصر ولا في أمل ينتصر ما دام رئيسكم كحلان ذا الخبل الله يصيبه بجمالي كم زلبوع عندكم. جايبين لي السهلاوي ذا أبو راس. أنا ما أدري إدارة النصر عيال كلب ليش معطينه رقم تعرفوا من راسه. وجابت ذا الكبيرة 7 في 7. والله اللي أجيب جبهتك ذي أفرشها زل وأجيب زهرين يعرضون فيها يا بريري. وإذا خلصوا منها عرضة أبني عليها كنيسة. الله يلعنك الله السهلاوي ولا سعود حمود هذا. سعود حمود أنت ايش تبغى بالضبط؟ إلا تطلع ماجد عبد الله. شفتك تلعب والله شفتك ماجد عبد الله كسبي. هذا شفته دخل سعود حمود الله يكرمكم دخل حلاق قال له الهندي مقص ولا ماكينة قال لا شلوطة. الله يلعنك يا قال له سعود حمود ولا ماجد الغامدي ما ادري خالد الغامدي. ابغى امي ابغى ابوي هو يا راعي. ايه انت دقنك ذا الصغير يا حليله. هذا دقن ذا والله كأنه جناح قراندي. الله يلعنك. الحين خالد الغامدي الحلوي قال لك هذا أحلى واحد في النصر. أول ما دخل النادي كلهم يبغون يتعرفون عليه. جاء سعود حمود قال له ايش اخبارك؟ طيب قال والله الحمد لله بخير. قال ممكن من ببي حقك. وجاك السهلاوي براس قال إذا ما عندك سيارة أوصلك. لا يا شيخ الله يلعنك يا خالد الغامدي. واو يا راعي. يقول لك حلال الظاهر نوصل ذاك اليوم. ترك حلال مع معه بروناء ما مدري ما اسمها ذيك سيارة مفضيحة ذيك اللي قيمتها ما أدري بكم مليون. عنده ددسين مكتوب برا ما هو نيسان مكتوب غندور. الناس يا حلال يا خبل يحطون رقم البب في ورا في السيارة. أنت حاط رقمك التلفون الثابت وحط بين قوسين التحويلة. المهم كحيلان ركب لك خالد الغامدي. كحيلان كيف يقرد خالد الغامدي خسيس بالعين عنده أساليب الخبل. مسك كحيلان مسك يد خالد الغامدي حطه على القار حق الديدسن قال ايش رايك فيه؟ قال ما عليه طويل. قال هذا القار حق الديدسن شفته ما ودك اوريك الدفرنس حقي. قال لا هو تأخرت امي اروح من بيت امي سوى لي كون فلوكس. ايه حلال ترى خبيث. قال لك حلال على طارك حلال الله يكرم السامعين. حتى انت يا حلال الله يكرمك من نفسك لانك حمار. المهم يقول لك حلال مر من عند حمار قال له حمار ليه ما تسلم ترى كلنا حمير. ما كب عفش النصر لك حلال. حلال يقول لك كان يكلم حبيبته قال لها تحبيني؟ قال والله أحبك. قال لها كثر إيش؟ قالت له كثر ما يقولون لك هارد لك يا حبيبي. والله حلوة الذبة الرومانسية ذيك حلال. يعني يا حلال يحطون الكاميرا عليك في المباراة وانت تعلق ولا تنغف ولا تسرق كاميرات. والله من جد يعني يوم تروح تسرق الكاميرا حق ذاك ايش تبغى ابوه مسكين يبغى يتصور. جيب الكاميرا لألا نولدك. ليك حلال ايش تبغى ابوه؟ هذا قال له هذا يصورني وانا انغف
طيب حد قالك تنغف؟ نغافة طالعة من خشمة كبيرة كأنها فرن. ولا الثاني شو اسمه؟ عندك مين؟ اعطوني حسين عبد الغني. يا اخي حسين عبد الغني يعني مباراة مع الاتحاد، تمر من عند شو اسمه ذاك ابو ضروس اللي كان سفنج بمب المنتشري، وانت تحرك شعرك يعني شوف شعري ناعم. تاخذ عند المنتشري ذا والضروس حقته ذي. انا لو ادخر والله يمديني انا براسي ذا ادخل راسي بين ضروسه. شكله ولا ضروسك ذي قسم بآية الله بكورة الحين ادخل بين ضروسك هدف ما يرد الكرة الا البلغم حقك. لا سألوني سؤال اول، قالوا متى يفوز النصر ببطولة؟ قلت بشرط واحد. قالوا لي وش هو؟ قلت اذا تحرر من فلسطين. ما في امل. والله ما في كحالان. بعدين وش ذي احط لك على مقابله معك على الهواء مباشره، ما صديقنا اللنا. ما فهمتها والله. شوف انا اشبه ذي ما صديقنا اللنا بكلمه معايا زميل. خايف منك ما فهمنا شيء. يا اخي جبت لك نمبر بوك، عرفته البرنامج، واحط رقمه كحيلان واعطيها اوكي. طلع لي خبل في الرياض. يا اخي ولا عندك جماهير النصر. يا اخي واحد يدفع تذكره 35 ريال وما يحضر الا شوط واحد. المفروض لو انا ابيع في الكاشير هناك ابيعك ب 17 ريال ونص. يلا اترككم معك حيلان وهو رايح النادي.